انت مش محتاج تبيع، انت محتاج تفهم تسويق. في الفيديو ده هفكك 3 مفاهيم غلط عن التسويق. ناس كتير شغالة بيها وفاكرة ان ده الصح، وهي بتضيع وقت وفلوس. لو عايز تبني تسويق بيفرق فعلا، ركز معايا للآخر. أول مفهوم معانا وهو إن التسويق هو الإعلان. المفهوم ده غلط جدا. ناس كتير فاكرة إنها لما تجيب حد يعمل لها إعلان كده هي بتعمل تسويق. والحقيقة إن إحنا لازم نفهم إن الإعلان ده أحد أدوات التسويق. ممكن التسويق ما يحتاجش للإعلان ويحتاج لأنواع تانية من الترويج، لكن وليكن إن إحنا احتاجنا الإعلان، فالإعلان لازم نفهم إن هو بيوصل رسالة لجمهور. الجمهور ده بيحدده التسويق، بيحدده على أساس دراسة للسوق، وعلى أساس استراتيجية، وعلى أساس جمهور بيختاره بدقة. على أساسه بيحدد الرسالة اللي يوصلها الإعلان. علشان كده ممكن تكون كتير مننا تعرض لهذا الموضوع، إن هو بيعمل إعلان، الإعلان ده ما بيأثرش معاه تماما، فبيلجأ لأن القاعدة عنده غلط أو المفهوم غلط أو تصوره للتسويق إن هو الإعلان، يبقى معنى ذلك إن اللي عمل لي الإعلان عنده مشكلة فأشوف حد تاني. فمع كده أنا بخسر فلوس، بصرف فلوس على الإعلانات ما بتجيبش عوائد وبضيع وقت المشروعي. علشان كده لازم نفهم إن الإعلان ليه دور إنه يوصل رسالة، الرسالة دي بتتحدد على أساس التسويق. التسويق مهمته انه يوصل للشخص او للعملاء اللي احنا بنستهدفهم هم ليه يتعاملوا معانا، ليه ياخدوا منتجي او يستفادوا من الخدمة اللي انا بقدمها ليهم. المفهوم الثاني وهو ان احنا متخيلين ان السوشيال ميديا او شركات السوشيال ميديا او الديجيتال ماركتينج هو ده التسويق. الحقيقة ان السوشيال ميديا دي احد ادوات الاعلان. الاعلان اللي هو احد طرق الترويج، الترويج اللي هو جزء من التسويق. فان انا اجيب شركة سوشيال ميديا تنزل لي بوستين على الفيسبوك او على اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، كده اكون انا متصور ان انا بعمل تسويق صح. الحقيقة ان احنا بنعمل ترويج او بنعمل اعلانات على السوشيال ميديا اللي هي احد الوسائل. ممكن احتاج اعلانات بطرق مختلفة او احتاج ترويج بطريقة مختلفة وانا مش متصور ده، وقد تصيب وقد تخيب. لكن لازم نبقى فاهمين ان التسويق اكبر واعمق من ذلك. التسويق بيبدأ قبل ما اختار المنتج، بيكون ليه تدخل في تصميم المنتج وتصميم الخدمة، علشان لما نيجي نشوف هل احنا محتاجين ان احنا ندخل على السوشيال ميديا ولا لا. علشان كده هتلاقي شركات كتير بتبقى معتقدة انها مشكلتها في شركة السوشيال ميديا اللي ماسكه لها الاعلانات او الشخص اللي مسؤول عنه عن السوشيال ميديا. المفهوم الثالث والمنتشر جدا للناس اللي بتبدأ مشروعات جديدة، وهو إن التسويق ده آخر حاجة بنفكر فيها. هو مرتبط بالمفهوم الغلط السابق، وهو معتقد إن التسويق معناه الإعلان، فالإعلان بيجي في الآخر. علشان كده تلاقي أصحاب الشركات الصغيرة دي هو صرف فلوسه كلها على تجهيز المكان، على انه يوفر منتج، على انه يجهز الخدمات بتاعته، وجاي في الاخر يتخانق مع الشركات بتاعت السوشيال ميديا على تكلفة الاعلان. هو مش حاطط بادجت للاعلانات، ومعتقد انه الناس لمجرد ان هو مثلا جاب منتج كويس الناس هتجيله. ده اعتقاد طبعا خاطئ جدا وبيصيبه بحالة من الصدمة لما ما يلاقيش مبيعات. علشان كده لازم نفهم ان التسويق بيبدأ معايا من بداية الفكرة، دراسة السوق، دراسة المنافسين. هل أنا المكان اللي هقدم فيه المنتج بتاعي أو الخدمات بتاعتي في جمهور محتاج للخدمة بتاعتي ولا لأ؟ هل في منافسين أنا هقدر أنافسهم ولا لأ؟ هل إيه الاستراتيجية اللي هدخل بيها السوق؟ يعني من أحد المقولات المعروفة أوي في التسويق: إن لم تكن تقدم ميزة للسوق فأنت عبء على السوق. ان ما كنتش داخل وعارف ليه الناس هتيجي لك، ليه الناس هتشتري منك، هل في احتياج لمنتجك او خدمتك، ايه اللي بيميزك عن غيرك، يبقى انت كده بادئ غلط. هتيجي في الاخر تروح تتخانق على الاعلانات وانت مش موفر لها، في الغالب مش هتنجح. 3 مفاهيم غلط عن التسويق بتأثر على مشاريع كتير، بتوصل أصحابها لإنها تنهار أو مشروعهم يفشل أو يتصوروا إن هم في حاجة غلط
ويبقى الكلام عن السوق وإن السوق ما يبيعش، لكن في الحقيقة إحنا فاهمين المفاهيم دي غلط. لو قدرنا نصلح المفاهيم دي ونعرف إيه اللي إحنا محتاجينه بالضبط، أكيد ربنا هيوفقنا ونحقق النجاح. وزي ما دايما بنقول، التسويق مش مجرد كلام، التسويق مش مجرد بيع، والتسويق مش مجرد إعلان، ولا التسويق مجرد سوشيال ميديا، أو التسويق بيجي في الآخر. التسويق من أهم نقاط ومن أهم الأمور التي يجب مراعاتها بمجرد دخول الفكرة. تمنياتي لحضراتكم بالتوفيق، واللي عنده مفهوم متصور إنه صح أو شاكك في صحته يكتبه لنا في التعليقات وأنا هرد عليه شخصيا.